نشوف هنا كده بعد ما رتبنا الخلايا عندنا كام سيريس وكام بارلل. احنا قلنا طبعا ان السيريس هو عدد التوالي والبارلل هو التوازي. هنشوف السيريس اول حاجة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 يبقى دي كده احنا بنتكلم في بطارية ستاندر 60 فولت. ال 60 فولت يعني 16 اس، كل واحدة من دي باس. طيب فعدد البارلل 1 2 3 4 5 6 7. 7 كل خلية 3 امبير يبقى 21 امبير. يبقى احنا معانا بطارية 60 فولت 21 امبير. هنبتدي نجمعها طبعا بالشكل المعتاد بتاعنا عن طريق النيكل ستريب. هنبدأ هنا بقى نبتدي نثبت البطارية بالدكت تيب وكمان نعزلها. هنبدأ هنا نجمع كابل البي ام اس. هنا كده بعد ما جمعنا البي ام اس، ادي سالب البطارية اللي جاي من سالب البطاريات وداخل على البي ام اس، وادي سالب الشحن والتفريغ بيطلع من الناحية التانية، والموجب بيطلع من على البطاريات مباشرة او دايركت. كده البطارية خلاص بفضل الله خلصت. نبتدي نوصل كابل البي ام اس بتاع البالانس زي ما انت شايف كده 66 و6 من 10. وزي ما احنا عارفين طبعا ان البطارية ال 60 فولت بتدينا 67 و2 من 10. هنبتدي بعد كده بقى نلفها ونقفلها. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات. شكرا ليك.